صلوا على من كان لا يؤذي أحد ولا يجرح أحد، بل كان كلامه طيبا عذبا للقلوب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم الدومية أو الملبن الأحمر. عموما الملبن كله أنا بحبه، بس الملبن الأحمر ده بحبه أكتر وما كنتش بلاقيه كتير، كان بيخلص بسرعة. يعني العلبة مهما تكون كبيرة أو تكون غالية بتلاقي فيها حتتين بالعافية، ما بيبقاش فيها أكتر من كده. ففي كان بياكل فيه ما بياكلش. انا بحب بصراحه الملبن كله عموما، الملبن الحبل، الملبن الساده، الملبن الاحمر، بحب كله. على فكره دي اول تجربه ليا مع الملبن. هقول لكم ايه اللي كان حلو معايا وايه اللي ما كانش ظبط معايا. هي اول تجربه، هو كان طعمه حلو بس في حاجات برضو معايا يعني وقعت مني كده او مش مظبوطه معايا. طبعا اللي عمله طلع معاه مظبوط يعني يدخل يعلق لي ويقول لي ايه اللي غلط فيه عشان هعمله تاني ان شاء الله لانه عجبني. ونخش بقى في المقادير ونقول بسم الله. طبعا دايما لما نيجي نعمل الحاجة أول مرة نجرب في مقدار قليل عشان ما نتضايقش لو باظت مننا. عندي هنا بقى نص معلقة ملح ليمون، عندي نص كوباية نشا، معلقتين جيلاتين كبار، نص كوباية سوداني. السوداني ده اختياري، ممكن تزودي فيه ممكن تقللي فيه. ماء ورد أو ماء زهر أو فانيليا لو ما بتحبيش ده أو ده. عسل جلوكوز أو عسل أبيض الموجود، وعندي سكر، وعندي لون أحمر غذائي. ممكن تجيبي كيس جيلي بداله، يعني الموجود صرفي نفسك بيه. وعندي ميه طبعا. هنبتدي بقى اول حاجه. انا السوداني كنت لسه جايباه على فكره، بس شكله يعني ما ريحنيش، فخفت لا يكون طعمه متغير او يكون مركون عند الراجل ولا حاجه، فقلت هسخنه على النار. انا حتى قلبته في الاول بايدي عشان اقول لكم انا مش عايزاه يبقى سخن، انا يا دوبك هطلع لو في رطوبه تطلع منه، لو طعمه متغير ولا حاجه. هو طلع طعمه حلو، بس انا خفت لا يكون يعني كان مركون عند الراجل مثلا ولا حاجه، فخفت يبوظ معايا الملبن. قلبته تقلبتين كده وشلته، حطه في البوله بتاعته تاني في نفس الصينيه، بس امسحيها الاول بمنديل او بفوطه او بحته نضيفه عندك، يعني ما تحطيش على فتافيت السوداني طبعا. مسحت كده بمنديل. انا برضو حبيت اجيب الحته دي عشان اقول لكم انا ما حطيتش على طول. هنزل بقى بكوبايه ونص سكر، بسم الله، وزيهم كوبايه ونص ميه، ميه من الحنفيه طبعا، ميه عاديه مش ميه سخنه ولا حاجه. هرفعهم على النار بقى واقلب شويه. اول ما الاقي الميه بتاعتي بالسكر سخنت هنزل عليهم بعسل الكركز. ليه لما تسخن؟ عشان العسل ينزل من المعلقه على طول، ما يفضلش معايا فتره قبل ما يدوب. لو حطيتيه في الميه وهي ساقعه هياخد معاكي وقت قبل ما يدوب. تحسي بس ان هو سخن، ما غليش ولا حاجه لسه زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى انزل بالعسل بسم الله، معلقتين. انزل بمعلقه معلقه كده. طبعا العسل الكركز بيبقى تقيل جدا فبيبقى صعب قبل ما ينزل من المعلقه. نزلت بالمعلقتين كده. هقلب المعلقه شويه في الصينيه، وطبعا مش هخليها تلمس الصينيه من تحت عشان ما تجرحليش المعلقه، ما تجرحش الصينيه. انا قلبت بس المعلقه في الميه اللي هي بالسكر السخنه عشان العسل اللي عليها يدوب، وسبتها تغلي شويه على النار. جيت هنا بقى نص كوبايه النشا، بتدوبيها في ربع كوبايه او نص كوبايه ميه بالكتير، ما تزوديش الميه عليه يعني في الوصفه دي عشان هي مش محتاجه ميه. احنا بالعكس احنا عايزين نبخر الميه اللي هنحطها كمان دي. فيا دوبك حطي الميه حبه حبه كده لغايه ما تدوب معاكي النشا كويس. خايفه النشا ما يكونش داب معاكي طبعا، تصفيه بمصفى. نزلت بالنشا. اول ما نزلت بالنشا زي ما انتم شايفين كده لون الميه بسكر ابتدت تفتح معايا. تقليب بقى على نار هاديه عشان زي ما قلت لكم انا عايزه النشا يستوي، وعايزه الميه اللي حطيتها على النشا تطير معايا. بصوا بقى اما بعمل كده بالاسباتيولا بتحسي ان الملبن اتلم معاكي، ما فضلش في الصينيه، هو بيتلم ويرجع تاني. عندي هنا بقى معلقتين الجيلاتين، هدوبهم في ميه. هو مستحب ان انت تدوبيهم في ميه دافيه، بس هتدوبيهم في ميه ساقعه مش مشكله، هياخد وقت معاكي شويه في التقليب. انما الميه الدافيه كده هتدوبه على طول. وزي ما انتم شايفين برضو حبه حبه من الميه، مش في كميات ميه كتير. الملبن ما بيبقاش عايز يبقى ميه كتير، احنا عارفين ان الملبن بتبقى حاجه ماسكه، فما تزوديش الميه ولا في الجيلاتين ولا في النشا. هقلب شويه كده زي ما قلت لكم على نار هاديه. هبتدي بقى انزل كده بالجيلاتين. ما تستعجليش وتحطي الحاجات كلها على بعضها عشان هيطلع معاكي في الاخر سايب، مش هيمسك خالص. يعني انت بتستني بعد ما تحطي النشا مش اقل من 5 دقايق على نار هاديه وتقلبي. اهم حاجه تقلبي برضو عشان ما تكتلش منك وما يتلسعش منك. بعد كده بتنزلي بالجيلاتين، بتقعدي تقلبي برضو شويه. هبتدي بقى انزل باللون الاحمر شويه شويه كده، متنزليش بيه مره واحده عشان ما يغمقش معاكي قوي.
اللون الاحمر ده برضو طلع معايا مش حلو قوي، ما ادانيش الاحمر اللي انا كنت عايزاه. هي عموما زي ما قلت لكم هي كانت اول تجربه ليا. آه يعني حطي بقى اللون الاحمر زي ما انت حابه لغايه ما توصلي للدرجه اللي انت عايزاها. انا حطيت بصراحه كتير قوي، في الاخر زهقت قلت مش هحط اكتر من كده. هحط بقى معلقه ميه ورد، ممكن تحطي بدلها ميه زهر، ممكن تحطي بدلها كيس فانيليا اللي بتحبيه، يعني الطعم اللي بتحبيه حطيه. ممكن تستغني عن كل ده، بس دايما اللي احنا بنجيبه من بره او بنجيبه في علبه حلاوه المولد بيبقى فيه طعم ميه الزهر او ميه الورد كده، بتبقى مدياله تطعيمه حلوه قوي. تقليب بقى مستمر، مش اقل من 5 7 دقايق برضو. هو المفروض اعمل الحركه دي بصباعي طبعا، بس انا اتلسعت لما عملتها قبل كده، فعملتها بمعلقه تانية. لما بتعملي بالمعلقه كده وتلاقي الفتحه اللي فتحتيها ما ضمتش على بعضها تاني، تعرفي ان هو استوى كده. هنزل بقى بالسوداني وهقلب تقلبتين وهطفي عليه. انا كده طفيت عليه، هقلب فيه دقيقتين 3 بس يهدى، عشان ما انزلش بحاجه سخنه قوي على البلاستيك، يعني عشان ما يبقاش غلط برضو يبقى مضر لينا. حطيته على الرخامه يهدى معايا بقى شويه. هجيب بقى كيس تلاجة هفتحه واحطه جوه العلبه وهدهن الكيس زيت. لو ما دهنتيش الكيس زيت الملبن هيلزق في الكيس ومش هيخرج معاكي خالص. طبعا العسل اللي احنا عملناه ده كله والسكر والحاجات دي طرطشت على حرف الصينيه، فانا عشان ما لزقش الفوطه اللي كنت ماسكه بيها شلتها ومسكت بمنديل. حاولي يعني لما تبقي في المطبخ ما تستخدميش حاجات كتير قوي، عشان انت في الاخر انت اللي هتغسليها، ما حدش هيتدبس في كل ده الا انت. حاولي على قد ما تقدري تقللي الحاجات اللي بتوسخيها. انا سبت الفوطه طبعا عشان ما تلزقش مني ومسكت المنديل زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم الكيس انا دهناه زيت، دهناه يعني بله منديل او بالفرشه، بس مش تدلقي زيت، مش عايزه زيت كتير عشان ما يبقاش طعمه بقك. دهنه زيت بسيطه. هفضي بقى السوداني الدوميه زي ما انتم شايفين كده، وهخبط العلبه عشان ما يبقاش فيها فراغ من جوه او حتت فاضيه من جوه. المشكله اللي قابلتني كمان ان السوداني بقى على الوش كده زي ما انتم شايفين، ما نزلش في الملبن خالص. ايه السبب؟ انا مش عارفه بصراحه، لو حد عارف السبب طبعا يقول لي. انا فضيته كده كله. مش هقفل الكيس في ساعتها على طول، لو قفلتيه على طول هيعمل زي بخار ميه كده وهيبقى مبلول، مش هيبقى حلو. انت بتسيبيه لما يبرد خالص وتروحي قافلاه وبتحطيه في التلاجة لتاني يوم. يعني زي ما هو كده اركنيه على الرخامه جنبك، خايفه حد من الولاد يخش، حطي الغطا كده موارب عليه، ما تقفلوش قوي. لما برد تماما زي ما قلت لكم هو ماسك شويه كده زي ما انتم شايفين، هقفل بقى الكيس بتاعي اللي انا دهناه زيت. انا هقول كمان مره اللي انا دهناه زيت، عشان انت لو حطيتيه من غير ما تدهنيه زيت هيتلزق كله في الكيس، مش هتعرفي تطلعي منه الملبن. تاني يوم بقى جبت البلانشه بتاعتي، مش هقطع عليها زي ما قلنا، احنا مش عايزين نلزق كتير، وانا مش بحب البلانشه بصراحه. انا عندي بس مش بحب استعملها او مش بحب استخدمها مباشره، ليها وسخها واقعد اغسل فيها. لا، انا يا دوبك حطيت كيس ثلاجه وقطعت عليه الملبن زي ما انتم شايفين كده، وكده البلانشه بتاعتي ما اتوسختش وهشيلها تاني نضيفه. انما انا الصراحه ما بحبش اقطع على البلانشه خالص. اللون برضو مش الاحمر اللي هو اللي انا عايزاه، بس المهم هو طلع بصراحه طعمه حلو. والمطه اللي فيه دي اللي هو زي اللي احنا بنجيبه، زي ما انتم شايفين كده، انا شدته معاه كذا واحد كذا شده يعني عشان تشوفوا المطه بتاعته، وطعمه في منتهى الجمال. بس زي ما قلت لكم انا المشكله اللي معايا ان السوداني بقى في وش واحد بس، مش في الناحيتين، بقى في ناحيه واحده. لو حد يعرف ايه السبب يعرفني. وكل سنة وانتم طيبين. ودي كانت طريقة عمل الدومية، طلعت سهلة جدا، فالواحد هيعملها تاني ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله ان طريقتي تكون عجبتكم، وبألف